في سحر، ايوه في سحر، ايوه معمول سحر، ايوه الكوره مش عايزه تخش الا بالعافيه، ما كلش. هو النهارده او الماتش اللي فات ده هو ماتش اسوان، كورتين بجونين هبل، جونين عفاريتي، والنهارده جون عفاريتي، الكوره رايحه دي الهجمه الوحيده. طب انا هعرض لحضرتك يا ست المشار، سياده المشار وانت معانا يا باشا يا دكتور الحنين، ابعد عن الزمالك، لان اسهل حاجه تتعمل حاجات تخليك انت تقعد تتنطط زي القرد، انما احنا مالناش الكلام الفارغ دوت. احنا عايزين رياضه راس براس. بقول لك انت ممكن انت نفسك تبقى وانت مش ناقص تبقى زي القرد. ايه القرف ده؟ مناخ سيء وفي سحر وفي تعوذه ولاعيبه بتحشش وحكام سيئين واعلام منحرف. طب انت مين يخش؟ مين يبقى جوه؟ وبعدين الصبح عندك 11 قضيه. لعيبه بتحشش ايه؟ لعيبه منفسه. يا عيني على الضحك، سياحكم طرب. كولر مش مدرب كويس. اتعادل 3 ماتشات ورا بعض. يعني ايه؟ ما طبيعي ان تتعادل في الدوري. هل في حد بيفضل يكسب طول لكن الاداء مش انا مش مقتنع بالاداء. يعني زي ما هو فريرا في الزمالك، انا الاداء برضه مش مقتنع بيه. اداء الاهلي مش هقول لك فريرا في الزمالك مكسر الدنيا. يا دودار اداء الاهلي النهارده ما كانش كويس. يعني انت شايف ان النهارده ما كانش كويس، بيراميدز ما كانش كويس. انا شايف يا كابتن اقل فرقتين في مصر دلوقتي بيقدموا كوره النادي الاهلي ونادي الزمالك، في ظل الامكانيات الماديه اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده. اقل اقول لك على حاجه، نادي المقاولين بيقدم كوره احسن من الاهلي والزمالك، نادي اسوان بيقدم كوره احسن من النادي الاهلي ونادي الزمالك. تخيل. لا ما تخيلش، ما تخيلش. انا بقول لك اسوان بيلعب كوره كويسه، بيحاول وبتاع. هل هو الطبيعي ان اسوان يبقى كويس يقدم كوره لحد الاسبوع 11 احسن من الاهلي والزمالك؟ ما اقدرش اقول ان اسوان بيقدم كوره احسن من الاهلي والزمالك، بس ارفع القبعه لاسوان. انا بقول لك لحد الاسبوع 11 بالنسبه للامكانيات اللي موجوده والناس بتشتغل لحد وقتنا هذا اقل فرقتين في مصر بيقدموا كوره لحد دلوقتي الاهلي والزمالك، والكلام ده على مسؤوليتي. اقل فرقتين بس ده ما ترصلوش بقى، ده خلاص رايح على جنب ونشوف غيره، كفايه.